مرحبا بكم في قناة عبدو للقصص. في أواخر العقد الأول من الألفية كانت الشاشات تضيء في كل بيت عربي بألوان الفرح والبهجة. لم تكن قناة طيور الجنة مجرد محطة تلفزيونية عابرة، وألحانها شكلت الخلفية الموسيقية لبراءتنا، تتردد أصداؤها في غرف المعيشة الدافئة المملوءة بالضحكات. وسط تلك النجوم اللامعة برز شاب بصوت شجي وابتسامة صادقة، محمد بشار، الذي شكل مع شقيقته ديما ثنائياً استثنائياً استطاع بطلته الهادئة أن يأسر قلوب الصغار والكبار، حيث كان يمزج بين الترفيه والقيم التربوية بأسلوب قريب من القلب يشبه دفء العائلة. من ينسى تلك الأغاني التي زرعت فينا حب الوطن وبر الوالدين؟ كلمات لامست المشاعر الروحانية والوطنية. لم يكن يغني لمجرد الغناء، بل كان يغرس بذوراً من الأخلاق نمت معنا، فكانت أغانيه رفيقة الدرب في المدرسة والمنزل، وحفظناها عن ظهر قلب بكل حب. وصلت نجوميته إلى ذروتها، حيث كانت المسارح تمتلئ عن آخرها بالأطفال المتحمسين. تحت الأضواء الساطعة كان صوته يوحد الجماهير الصغيرة في هتاف واحد. كانت تلك الفترة هي العصر الذهبي، حيث تحول محمد بشار إلى أيقونة للطفولة العربية ورمز للفن الملتزم والهادف. لكن وككل القصص العظيمة حانت لحظة التحول المفاجئة. انتشر خبر خروجه من طيور الجنة كالنار في الهشيم، مخلفا وراءه تساؤلات وحزنا بين محبيه. كانت لحظة فارقة شعر فيها جيل كامل أن جزءا من طفولته قد انسلخ عنه، وبدأ الترقب لما سيأتي بعدها. بزغ فجر جديد مع انطلاق قناة نون الفضائية. عاد محمد بشار بظهور مختلف أكثر نضجا وحداثة، لكنه حافظ على روحه الأصيلة. كانت الإنتاجات ضخمة والتوزيع الموسيقي عصريا، محاولا مواكبة الجيل الذي بدأ يكبر معه، مقدما أعمالا فنية اتسمت بالجودة العالية والتجديد. رغم البداية القوية والإنتاج المتقن، واجهت القناة الجديدة أمواجا إعلامية عاتية. المنافسة كانت شرسة، وتغيرات العصر الرقمي بدأت تضغط على البث الفضائي التقليدي. حاولت نون الصمود وتقديم فن راق، لكن التحديات الاقتصادية والإدارية كانت أكبر من الطموحات الفنية في ذلك الوقت. ثم حل الصمت. إغلاق قناة نون كان بمثابة إسدال الستار على حقبة كاملة. تحولت الشاشات التي كانت تضج بالحياة إلى سواد، وترك غياب القناة فراغا كبيرا. شعر المتابعون أنهم فقدوا نافذتهم الأخيرة على ذكرياتهم الجميلة، وتوقف البث الذي كان يجمع العائلة. لكن الفن الصادق لا يموت بموت القنوات. مرت السنوات وكبر الأطفال ليصبحوا شبابا، لكنهم عادوا ليبحثوا عن تلك الأغاني في يوتيوب. تحولت أعماله إلى آلة زمن تعيدهم بلمسة زر إلى أيام البراءة، ووجدوا في صوته ملاذا وحنينا لا ينضب للماضي الجميل. اليوم ننظر إلى تلك الرحلة بامتنان عظيم. محمد بشار لم يكن مجرد عابر سبيل في عالم الأطفال، بل كان صانع ذكريات لجيل كامل. من قمم طيور الجنة إلى تجربة نون، تظل بصمته محفورة في وجداننا، وتظل أغانيه شاهدا على زمن الطفولة الذهبي.